بسم الله الرحمن الرحيم. أهلًا بيكم في الحكاية بالبلدي. النهارده هنتكلم عن الترند ده عامل ضجة بقى له يومين في الميديا، وهو عن الممثل الكبير القدير كمان لطفي لبيب. الفنان لطفي لبيب من مواليد سنة 1947. هو شارك في حرب أكتوبر، وكان عامل كتاب يحكي عن فترة الحرب بتاعته، اللي هو في 6 أكتوبر. وقال إن هو كان في الكتيبة أو الفرقة 26 اللي هي أول فرقة عدِّت خط بارليف. هو الراجل ده راجل محترم جدًا. هو عامل سكة تقريبًا 300 عمل، من مسلسلات لأفلام لمسرحيات. هو ممثل كبير. لاحظنا من كام يوم اللي فاتوا إن في ترند عنه إن هو مريض. الراجل فعلًا كان عامل عملية في 2017، شال الحنجرة لإن كان فيها مرض سرطاني. جه بعد كده حصل له شلل نصفي. ربنا يشفيه، لإن هو على فكرة بقى له بتاع سكة 6، 7 سنين مريض. وآخر ظهور ليه كان الناس بتسنّده. طبعًا هو عنده 3 بنات. الراجل ده راجل قمة من الأدب والاحترام في تمثيله وفي أدواره كلّها، وعمل أفلام كتيرة ومسلسلات كتيرة. نفتكر من أواخر أعماله كان الفيلم بتاع عنتر بن شداد، اللي هو كان بطولة الفنان الكبير محمد هنيدي. هو شارك في العمل ده برضه، وده يعتبر من أواخر أعماله. يمكن عمل عمل والّا 2 بعديه بس ما عملوش ضجة زي العمل ده. ربنا يشفيه يا رب. هو ممثل شاطر وإحنا كلنا بنحبه. وده كان ترند وكنا لازم نتكلم عنه، لأن الناس عاملة ضجة عليه في الميديا الكام يوم اللي فاتوا دول. ويا ريت الاشتراك في القناة وتشوفوا الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، ولو في أي حاجة يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات. شكرًا على المتابعة.